الحمد لله على توفيقه. أخيراً سأحج إلى بيت الله الحرام. الحمد لله. ستعيشين هناك أحلى أيام عمرك يا زوجتي العزيزة. ستسافرين إلى الله، وما أعظمه من سفر. إني أغبطك كثيراً، فقد حججت 5 مرات. بل 6 مرات ولله الحمد، والسابعة على الطريق بمشيئة الله. أما أنا فلم أتمكن في الأعوام الماضية من الحج، ولكن هذا العام كل الشروط والحمد لله متوفرة. فأنت بالغة وتملكين عقلا راجحا، والأهم من ذلك مستطيعة، فقد شفيت من مرضي، وذلك بفضل دعائك لي عند بيت الله الحرام. نعم، فأخيرا توفرت فيك شروط الاستطاعة، فأنت بحمد الله متمكنة ماليا، وصحتك جيدة، والطريق إلى مكة آمن، كما أن لدينا متسعا من الوقت حتى يأتي زمن الحج. عندما تقع عيناي على بيت الله الحرام سأدعوه أن يقر عيننا بولد صالح. نعم السميع ونعم المجيب. نعم يا عزيزتي، فعند بيت الله الحرام يستجاب الدعاء، فصاحب البيت لن يخيب ضيوفه. ما رأيك أن أختبر معلوماتك في الحج؟ بكل سرور، وإذا نجحت فهديتي أن تهديني حجة ثانية للعام القادم. اتفقنا. للحج عدة أنواع، كم عددها وما هي؟ 3 أنواع، وهي حج التمتع، وحج الإفراد، وحج القران. وما نوع حجتنا نحن؟ حج التمتع، وهو يتكون من عبادتين: عمرة التمتع وحج التمتع. حسناً، يبدو أن إرشاد حملتنا كان رائعا. وأنا كذلك سأسأل. بالتأكيد، تفضلي يا عزيزتي. عمرة التمتع تتكون من عدة واجبات، كم عددها وما هي؟ هل يمكنني الاستعانة بصديق؟ كلا، ولن أعطيك اختيارات. حسناً، عددها 5 واجبات، وهي الإحرام، الطواف، صلاة الطواف، السعي بين الصفا والمروة، التقصير. أحسنت. السؤال التالي هو: ما هي المواقيت التي يحرم منها؟ ما رأيك أن أجيبك بالصوت والصورة؟ بالصوت الأمر واضح، ولكن كيف بالصورة؟ لقد اشتريت برنامجا يسمى برنامج حج العاشقين لخدمة حجاج بيت الله. يهدف البرنامج لأن يكون مرافقا للحاج في أداء مناسكه كلها، حيث يتيح له وصولا سهلا للأحكام الفقهية وطبقا لأحكام العديد من الفقهاء. رائع جدا. يحتوي على خريطة مكة المكرمة والمدينة المنورة، إضافة إلى أسرار وأدعية الحج، وسيكون لنا نعم الدليل. أنت أبو المفاجآت حقا. أول ما يتوجه الحجاج إليه الميقات، ومنه يحرمون. والميقات هو مكان عينه الشارع المقدس للإحرام، وهناك عدة مواقيت، وهي: مسجد الشجرة، ميقات لأهل المدينة ومن يمر به. وادي العقيق، ميقات لأهل العراق ونجد ومن يمر به. الجحفة، ميقات أهل الشام والمغرب ومصر ومن يمر به. يلملم، ميقات أهل اليمن ومن يمر به. قرن المنازل، ميقات أهل الطائف ومن يمر به. إذن سنحرم نحن من ميقات قرن المنازل بمشيئة الله.
كل اشتياق لأصل إلى الميقات وأحرم لك يا الله. تذكري يا عزيزتي، يستحب أن تغتسلي بنية غسل الإحرام، وبعد أن تغتسلي ادخلي المسجد وصلي ركعتي الإحرام، ثم انوي ولبي، ولا تنسي ما يستحب من دعاء في كل ذلك. بمشيئة الله. بسم الله وبالله، اللهم اجعله لي نورا وطهورا. بسم الله وبالله، هذا الاسم العظيم. دع روحك تتنفس حلاوة البداية، بداية القصد إلى الله. فكيف تقصد الله وأنت مليء بالذنوب؟ الماء يقصد رأسك، يتغلغل إلى عروق بدنك، فتنتفض فيها دماء جديدة. فما قيمة بدنك بدون اغتسال؟ وما قيمة الروح بدونه؟ الأمر واضح، كما يحتاج البدن تحتاج الروح. اخلع ثيابك الآن عند الميقات، وارتدي الكفن المؤلف من قماش أبيض خالص. أصبحت ثيابك مثل ثياب أي فرد، وتحولت إلى قطرة تدخل المحيط. فلا تكن مختالا وفخورا، واخشع، لأنك ستلقى الله. كن الحي الذي يقترب من الموت، أو الميت الذي يستشعر وجوده. في أرض الميقات عد إلى جذورك، كما ستكون في المنتهى يوم تموت وما بعد الموت. قوافل الحجيج في كل بقاع العالم تلتقي في الميقات، في ذات الزمان وذات المكان، معا في الطريق إلى الله، حيث لا يكون الإنسان كما هو، ولكن كما أن ينبغي أن يكون، وإلى الله المصير. فالمشهد هنا أشبه ما يكون بيوم الحساب، فعلى امتداد الأفق يتدفق طوفان من اللون الأبيض. كل الناس يرتدون الكفن، تركت الأجساد في أرض الميقات، والروح وحدها هي التي تندفع هنا. أبا علي، سلام عليكم يا أبا علي، كيف حالكم؟ وعليكم السلام أبا حسن، ما شاء الله. هل أنت معنا في الحملة نفسها؟ نعم، ولكنني في حافلة أخرى. من الغريب أنني لم أجدك أيام الإرشاد. في الواقع لم أحضر ولا محاضرة من محاضرات الإرشاد، ولأول مرة أذهب إلى مكة، ولكن لا أعرف شيئا. ولماذا لم تحضر الإرشاد؟ تعلم يا أبا علي، مشاغل الحياة والتجارة. لدي استفسار، وفي الواقع أنا خجل منه. تفضل، لا حياء في الدين. سمعت أنه يستحب أن نغتسل غسل الإحرام، صحيح؟ ذلك صحيح. ما كيفيته؟ مثل غسل الجنابة تماما، فقط النية تختلف. في الحقيقة أنا أعرف كيفية غسل الجنابة، عمري 40 سنة ولا أعرف. بالتأكيد لا يمكن، لكن أريدك أن تشرحه لي فقط، من باب التأكيد لا غير. تعرف، إننا مقبلون على الحج، والموضوع خطير بعض الشيء. حسنا، تبدأ أولا بغسل رأسك ورقبتك وجزء من جسمك،
ثم تغسل الجانب الأيمن من الأمام والخلف، ثم تغسل الجانب الأيسر كذلك من الأمام والخلف. بالضبط كالذي أعرفه تماما. حسنا، أيضا من باب التأكيد فقط، ما كيفية لبس ثوبي الإحرام؟ لباس الإحرام عبارة عن ثوبين، وهما الرداء الذي يغطي من الكتفين والظهر، أما الثوب الثاني فهو الإزار الذي يغطي من السرة إلى الركبة، وشرطهما لبسهما مع التقرب إلى الله تعالى، كما يشترط فيهما شروط لباس المصلي أثناء الصلاة كالطهارة. كل الشكر لك يا جاري العزيز، نراك في مكة إن شاء الله. إن شاء الله. أهلا بزوجتي، هيا ادخلي المسجد وصلي ركعتي الإحرام ثم انوي ولبي، ولقاؤنا هنا إن شاء الله. حسنا. في ثياب الإحرام ستؤدي صلاة الإحرام، لتكن أنت بنفسك حاضرا حضورا كاملا أمام الله الرحمن الرحيم. عندئذ قل: يا الله، إني أقف أمامك كما وقف قبلي عبدك إبراهيم، متجردا من كل شيء. يا الله، إني أعبدك لأنك وحدك أهل للعبادة، ولم أختر سيدا سواك. إني لا أقف بين يديك إلا كمجرد إنسان يلبس ذات الكفن الذي سيلقاك به في دار الآخرة. أصلي ركعتي الإحرام قربة لله تعالى. الله أكبر. ها قد وصلت إلى أصعب لحظة، نية الإحرام والتلبية. روي عن الإمام علي بن الحسين عليه السلام لما أحرم واستوت به راحلته، اصفر لونه وانتفض، ووقعت عليه الرعدة، ولم يستطع أن يلبي، فقيل له: لم لا تلبي؟ فقال: أخشى أن يقول لي ربي: لا لبيك ولا سعديك. فلما لبى غشي عليه وسقط من راحلته، فلما يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجه. الآن وصلت إلى حيث التحول العظيم، لا بد من الإفصاح عن نيتك. فما فحوى هذه النية؟ فاقدح زند قلبك بنور الحب واليقين، واجعل الإيمان الفياض وقودا لهذا الحب واليقين، ليبقى تلألؤه عامرا في قلبك. أحرم لعمرة التمتع، لحج التمتع حجة الإسلام، قربة إلى الله تعالى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. أحرم لعمرة التمتع، لحج التمتع استحبابا، قربة إلى الله تعالى. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك لبيك. لبيك ذا المعاني، لبيك لبيك ذا المعاني، لبيك لبيك ذا المعاني، لبيك لبيك ذا المعاني. تقبل الله يا أم علي منا ومنكم صالح الأعمال. هل تعلمين بأننا في العام الماضي أحرمنا من الطائرة؟ وهل يمكن ذلك؟ نعم، فإذا لم يتمكن الحاج من الإحرام من أحد المواقيت، يحرم من خارج حدود الميقات بالنذر،
كأن يحرم من منزله قبل خروجه للطائرة، أو في الطائرة قبل وصوله مدينة جدة على رأي بعض الفقهاء، أو في مطار جدة عند الوصول على رأي بعض الفقهاء. وما هي صيغة النذر؟ يمكنك أن تعقد النذر مثلا في الطائرة، وصيغته: لله علي أن أحرم لعمرة التمتع لحج التمتع قربة لله تعالى. فإذا نذرت تنوين الإحرام وتلبين. هل يجب لفظ نية النذر ونطقه، أم تكفي النية بالقلب؟ بل يجب التلفظ به ونطقه، وبصيغته الشرعية التي قلتها سابقا. بعكس النية في جميع أعمال العمرة والحج كالإحرام والطواف والسعي، فلا يجب التلفظ بها. نعم، فحقيقة النية هي القصد، ولكن يستحب التلفظ بالنية بخصوص أعمال الحج والعمرة. أما الآن وبعد التلبية فقد بدأت محظورات الإحرام يا أم علي. هيا أعطيني حقيبتك التي ستحملينها معك في الحافلة لاستخراج ما بها من محظورات كي لا تستخدميها. إنني أخشى من كثرة الكفارات، فأنا من سيدفع قيمتها. تفضل. بعد التلبية يحرم على المحرم عدة محرمات، وهي على 3 أقسام. ولنبدأ بالقسم الأول، وهو المحرمات المشتركة بين الرجل والمرأة: استعمال الطيب، النظر في المرآة لأجل التزين، تدهين البدن، إزالة الشعر من البدن، الاكتحال، تقليم الأظفار، لبس الخاتم لأجل التزين، الحناء، إخراج الدم من البدن، الفسوق بمعنى الكذب أو الفحش أو الفخر، الجدال كقول لا والله بلا والله، قتل هوام البدن، قلع شجر ونبات الحرم، حمل السلاح، صيد البر، الجماع وكل عمل مثير للشهوة كالنظر بشهوة والتقبيل واللمس، عقد النكاح، الاستمناء. وهناك محرمات خاصة بالرجال، وهي لبس المخيط، لبس ما يستر جميع ظهر القدم، تغطية الرأس، تظليل الرأس في النهار وأثناء المطر، وعلى رأي بعض الفقهاء في الليل أيضا. أحسنت يا أم علي. وبقيت المحظورات الخاصة بالنساء، وهي لبس القفازين وتغطية الوجه، لكن باستطاعة المرأة أن تغطي وجهها بشرط ألا يمسه الغطاء، كما يمكن لها أن تضع الكمامات على وجهها حتى لو أدى إلى تغطية جزء منه إذا كانت تخشى التلوث أو الأمراض المعدية. أما إذا كان الهدف منه تجنب الروائح الكريهة فلا يجوز. هيا بسرعة يا عزيزتي، فالحافلة ستسير. أتمنى يا عزيزي أن أتعرف على الكعبة وأركانها. بكل سرور. قبلة المسلمين: الحجر الأسود، باب الكعبة، ميزاب الرحمة، الشاذروان، حجر إسماعيل، الحطيم، الملتزم، مقام سيدنا إبراهيم عليه السلام، موقع انشقاق الجدار لفاطمة الأسدية، ركن الحجر الأسود، الركن اليماني، الركن الشامي، الركن العراقي، بداية الطواف.
الحمد لله الذي وفقنا للوصول لبيته الحرام. هل تحتاجين لتجديد الوضوء قبل البدء بالطواف، الواجب الثاني من واجبات عمرة التمتع؟ فكما تعلمين فمن شروط الطواف الطهارة من الحدثين، الأكبر كالجنابة والحدث الأصغر. لا، فأنا على طهارة ووضوء والحمد لله. ما هذا؟ يبدو أنه دم. الحمد لله أنك التفت إليه. فمن شروط الطواف كذلك الطهارة من الخبث، ومن ذلك النجاسة الطارئة على بدن ولباس الطائف كهذا الدم، كما يجب أن يستر اللباس العورة. لحظة، سأذهب لتطهيره ثم أعود. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك. هل أعددت دعواتك التي ستدعين الله بها عندما يقع نظرك على بيته لأول مرة؟ بكل تأكيد. الحمد والنعمة لك والملك، لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، لبيك. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطواف يبدأ من الحجر الأسود وننتهي به في كل شوط. اجعلي كتفك الأيسر بمحاذاة الكعبة وأنت تطوفين. لن أتمكن من محاذاتها بصورة دقيقة بسبب هذا الزحام. لا أقصد أن المحاذاة دقيقة لهذه الدرجة، بل يكفي أن من يراك يقول بأن كتفك الأيسر محاذ للكعبة. كما أرجو يا عزيزتي أن تكوني هادئة أثناء الطواف، ولا تكوني مهووسة بالشك والقلق. وإذا لا سمح الله انفصلنا عن بعضنا وسط الزحام فلا تقلقي، بل أكملي أعمالك بكل اطمئنان. وإذا انتهيت نلتقي خلف مقام إبراهيم عليه السلام، أو عند بوابة الصفا بمشيئة الله. لندخل قبل الحجر الأسود بمسافة، لنتمكن من الدخول تدريجيا وبهدوء دون مضايقة الحجاج. كما ذكرت لك سابقا، فإنه لا يجب التلفظ بالنية، ولكن يستحب. وبما أنك تحجين للمرة الأولى فستكون نيتك وجوبا لحجة الإسلام، بينما أنا ستكون استحبابا. أطوف بهذا البيت 7 أشواط لعمرة التمتع لحج التمتع، حجة الإسلام، قربة إلى الله تعالى. تجلبب بالطهارة ونور الوضوء، فأنت هنا جئت لتطوف بقلبك مع الملائكة حول العرش. هنا لا يكون طوافك حقيقيا إلا إذا طاف محرك الحياة عندك، قلبك. فأنت لا تتجه إلى القبلة بوجهك، بل بقلبك. تتجه بجنبك الأيسر الذي يقع فيه القلب، ليطوف وتطوف معه جوارحك كلها. أثناء طوافك عليك أن تذوب في أمواج البشر، وأن تكون قطرة في خضم النهر البشري المنساب. فإن قطرة الماء إذا لم تكن جزءا من النهر، أو لم تكن ذائبة في البحر، فإنها تصبح كقطرة الندى، تبقى ما بقي الليل فقط، وتتلاشى مع أنفاس الصبح الأولى. أيها الإنسان، ادخل إلى النهر وتدفق معه حتى تلقى البحر وتصير خالدا. كل أنا تذوب لتصبح نحن، ونحن تؤلف الأمة التي تسعى إلى القرب إلى الله.
أربعة، خمسة، 4 أم 5. لا أعلم هل أنا في الشوط الرابع أو الخامس. الرابع أم الخامس؟ ما هذه الشبكة؟ ألو ألو ألو، سلام عليكم شيخنا. ألو، سلام عليكم شيخنا. وعليكم السلام، تفضلوا. شيخنا، أنا الآن في الطواف ولا أدري هل طفت 4 أشواط أم 5. هل أنت متأكد من الشك؟ نعم. ألا يمكنك سؤال أي شخص لتتأكد؟ لا يا شيخ، فأنا لوحدي. يا أبا حسن، يجب عليك أن تعيد الطواف، لأن الشك في عدد الأشواط يبطل الطواف. ولكي لا تشك مرة أخرى يفضل أن تقرأ أدعية الطواف، فلكل شوط دعاء خاص به. ألا يوجد حل آخر؟ لا يا أبا حسن، ساعدك الله. جزاك الله خيرا. سأعيد الطواف الآن. مع السلامة. لبيك اللهم لبيك. يا أبا حسن، هل تحركت للأمام بإرادتك أو غصبا عنك؟ غصبا عني. يجب أن تعود تلك الخطوات ثم تكمل الطواف، لأن من شروط الطواف أن تطوف بإرادتك واختيارك. ماذا؟ وكيف يمكنني ذلك وسط الزحام؟ إذا لم تتمكن من العودة بسبب الزحام، فعليك أن تواصل هذا الشوط بنية عدم الطواف حتى تصل إلى موقعك السابق الذي حدث فيه الموقف، وتبدأ منه هكذا. وبعض الفقهاء يشترط الاستئناف من بداية الحجر الأسود، وليس من مكان فقدان الاختيار في الطواف. وإذا دفعك أي شخص فامشي بإرادتك لتكون حركتك باختيارك، ولا تجبر نفسك على الثبات. شكرا جزيلا يا أبا علي. يبدو أننا لن نستطيع أن نكمل الطواف بين البيت والمقام بسبب الزحام الشديد، فلنكمله إذن خارج مقام إبراهيم حتى لا نقع في حرج. هي ابتعدوا. ابتعدوا، أسح طريق، لا تزاحموني. هيا ابتعدوا، أسح طريق. علينا الخروج بهدوء وسكينة، فلا يجوز إزعاج حجاج بيت الله، فبدل أن نشق صفوف الحجاج علينا مواصلة الطواف معهم والخروج بصورة هادئة. الآن علينا المبادرة بأداء الواجب الثالث من واجبات عمرة التمتع، وذلك بالصلاة خلف مقام إبراهيم، فلا يجوز الفصل بين الطواف وصلاة الطواف. بسبب الازدحام يمكننا الابتعاد، فالمهم أن نصلي في الجهة التي تعد خلف المقام. حسنا، أصلي 2 الطواف لعمرة التمتع لحج التمتع، حجة الإسلام، قربة إلى الله تعالى. الله أكبر. بعد الطواف وقبل السعي يستحب شرب ماء زمزم والتبرك به. اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل سقم. إلى أين سنتجه الآن يا أم علي؟ إلى المسعى لتأدية الواجب الرابع لعمرة التمتع، وهو السعي بين الصفا والمروة 7 أشواط. أحسنت،
أفضل طريق للوصول إلى المسعى الذهاب عبر بوابة الصفا. أتمنى يا عزيزي أن أستحضر حكم التوسعة قبل البدء في السعي. بكل سرور. التوسعة الجديدة للصفا والمروة. إن كان الحاج مطمئنا أنها واقعة بين جبلي الصفا والمروة فالسعي فيها أمر طبيعي وواضح الجواز. إن لم يطمئن الحاج لأي سبب أنها واقعة بين جبلي الصفا والمروة فيمكنه القيام بالتالي: يبدأ بالنية من الصفا القديم ويتجه نحو الجديد، ثم يتجه نحو المروة وينوي نهاية الشوط عند المروة القديم، وهكذا حتى ينتهي من جميع الأشواط. هناك من يخطئ فيعتبر ذهابه من الصفا إلى المروة ثم رجوعه من المروة إلى الصفا شوطا واحدا، بينما الصحيح هو كل مسير بينهما فهو شوط. فالذهاب من المروة إلى الصفا شوط، والرجوع من المروة إلى الصفا شوط آخر يسعى بينهما 7 أشواط. أسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط لعمرة التمتع، لحج التمتع حجة الإسلام، قربة إلى الله تعالى. عند هذا الموقع يستحب الهرولة للرجال فقط دون النساء، وهو الموقع الذي كانت تهرول فيه السيدة هاجر باحثة عن الماء لتروي ابنها إسماعيل عليه السلام. انتهى الشوط الأول. بحمد الله توفقنا في إنهاء الشوط الثاني. هنا في السعي أنت ستلعب دور هاجر، امرأة مسكينة وأمة مستضعفة وخادمة لسارة، لكن هذه الخادمة هي التي تدعو الله تعالى، وهي أم الأنبياء العظماء أولي العزم من الرسل. إنها عند الله تمثل أعز مخلوقاته سبحانه. جاء الأمر الإلهي. يا هاجر، يا مثال التسليم والطاعة، سوف تكونين في كنفي وحمايتي. أذعنت هاجر تماما لإرادة الله، فهذا أمر الله ونداء الحب. في جبال مكة وجدت هذه المرأة نفسها وحيدة عطشة مسؤولة غريبة. قررت أن تجري في الحال بين الجبال الصماء. تركت وليدها في يد الحب، يد الرحمة، وطفقت تجري في الحال. أنت أيها الإنسان امض إلى الصفا كما فعلت هاجر، وانظر إلى الطوفان الأبيض من الناس. اهبط مسرعا من الصفا بلا راحة وانضم إلى هذا النهر، وابذل جهدك في السعي مع الآخرين. أشعر بالتعب وأحتاج قليلا من الماء يا أبا علي. فلنسترح قليلا وسأجلب لك بعض الماء، فكما تعلمين فإن الاستراحة أثناء السعي جائزة. كذلك في السعي لا تشترط الطهارة من الحدث أو الخبث، فلا يجب أن يكون الساعي على وضوء، لذلك يصح السعي من المرأة الحائض والنفساء. يا ترى أين أبو حسن الآن؟ قد انتهينا من الشوط السابع. الحمد لله على توفيقه.
بقي علينا الواجب الخامس والأخير لعمرة التمتع، وهو التقصير، ويتعين علينا التقصير، فلا يجوز حلق كامل الشعر. يبدو أنني نسيت المقص. تقبل الله يا أبا علي، هل تريدني أن أقصر لك؟ منا ومنكم صالح الأعمال. هل قصرت أنت يا أبا حسن؟ لا. لا يجوز يا أخي أن تقصر لغيرك قبل أن تقصر لنفسك، فلا بد أن تبدأ بنفسك أولا. أقصر للإحلال من إحرام عمرة التمتع لحج التمتع استحبابا قربة إلى الله تعالى. في نقطة النهاية من سعيك عند المروة انوي التطهر من الدنس، وقص شعرك وقل مظافرك. دع ذنوبك وآثامك تتساقط بتساقط شعرات رأسك. استشعر الحرية الآن، واخلع ثياب الإحرام وارتدي ثيابك المعتادة. أقصر للإحلال من إحرام عمرة التمتع لحج التمتع حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى. أقصر للإحلال من إحرام عمرة التمتع لحج التمتع حجة الإسلام قربة إلى الله تعالى. يمكن تقصير شعر الرأس أو اللحية أو الشارب، كما يمكنك التقصير في الحرم أو عند رجوعك للسكن. المهم أن يكون التقصير في مكة المكرمة.